تالت نقطة هنتكلم فيها وهي دورة التركيز بتاعنا. الفكرة ان احنا مخنا بيشتغل بإيقاع معين ملهوش دعوة بعدد الساعات. تقريبا كل 90 دقيقة خلاص الطاقة بتاعتك بتخلص. لو تجاهلتوا المعلومة دي وفضلتوا تضغطوا على جسمكم ان هو يشتغل اكتر، خلاص مش هيقدر ان هو يديكوا اكتر من كده. فالحل هو ان انتوا تشتغلوا مع إيقاع جسمكم. فمثلا لو الجسم بيشتغل 90 دقيقة، حاولوا ان انتوا تركزوا لمدة 90 دقيقة وبعد كده تاخدوا 15 او 20 دقيقة بريك. بس افتكروا بريك حقيقي تفصلوا فيه، مش ان انتوا تروحوا تقعدوا على الموبايل زي ما قلنا من شوية، لانه لو عملتوا كده يبقى يعتبر ان مخكم مرتاحش ومفصلش. فلما تيجوا ترجعوا تاني لل90 دقيقة اللي بعدها عشان تكملوا شغل، مخكم مش هيقدر ان هو يديكوا النتيجة اللي انتوا عايزينها. طيب ولما اجي ارجع بقى لل90 دقيقة اعمل فيهم ايه عشان استفاد بيهم باكتر وقت؟ مثلا لو انتوا بتقروا حاجة او بتتفرجوا على محاضرة او ايا كان مصدر الحاجة اللي انتوا بتعملوها، اقفلوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها خالص وابدأوا ان انتوا شغلوا مخكم وتشرحوا الموضوع اكنكم بتشرحوه لحد. حاولوا ان انتوا تشوفوا مخكم هيقدر يجمع معلومات قد ايه من اللي انتوا استفدتوا بيها، ويقدر ان هو يترجمها ويقولها لحد تاني. وبكده بدل ما اقرا حاجة واخد بريك وارجع اقراها تاني، بالعكس اقراها مرة اخد بريك وارجع اشرحها بقى من اللي انا فهمته قبل كده لما قريتها. الفكرة ان المخ بيتعامل مع الموقف ده اكنه لغز وبيحاول ان هو يحله ويجيب له اجابات، وده بيخلي المعلومة تثبت في المخ اكتر من ان انتوا تفضلوا تقروها 3 و4 و10 مرات.